السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى اكله كده على السريع بعملها، اكله حلوه قوي. يعني انا الاكله ديت ولادي بيحبوها جدا. لما تحبي تاكلي ولادك البتنجان وهم مش بيحبوه مقلي، مش بيحبوه باللحمه المفرومه، فاحنا النهارده هنعمل لكم الطريقه دي. ولادي بيحبوها جدا. الطريقه دي زي طريقه البانيه كده بس بالبتنجان. تعالوا بينا نشوف بقى الطريقه ديت. طبعا انا عامله جنبها بطاطس محمره. الاكله دي بعملها زي سندوتشات كده، هوريكم الطريقه. طبعا احنا عندنا اهو البتنجان جايبينه وقطعته من ساعه كده. قطعته ورشيت عليه ملح وسبته ينزل الميه بتاعته كلها. تاني حاجه هنعملها ايه؟ انا دلوقتي زي ما انتم شايفين انا مولعه اهوت على طاسه بطاطس. اكله كده جنبها اي اكله حرشه وجميله، في نفس الوقت البتنجان كله حديد وفيتامينات. والطريقه دي ولادك هيحبوها قوي. عندي الحله الغويطه دي اللي هقلي فيها البتنجان، انا مولعه عليها عشان الزيت يسخن. لما يسخن كويس هنعمل فيه البتنجان. بصوا زي ما انتم شايفين، او زي ما انتم شايفين انا محضره ايه بقى نعمل بيه البتنجان الكريسبي ده بتاعنا. بصوا جايبه حوالي 4 معالق دقيق، وحطيت عليهم معلقتين نشا، وحطيت ملح وفلفل عشان برضو يبقى البتنجان كده متحدى، مع ان انا برضو رشه عليه هنا ملح عشان ينزل الميه بتاعته، بس حبيت برضو احط شويه ملح صغيرين. زي ما انتم شايفين انا حطيت اهوت الدقيق والنشا وبقلبهم. وهنا بقى محضره اللي هو الكريسبي اللي هو الفيجيتار ده، بيجي من عند العطار عادي واي سوبر ماركت اهو. جايباه اهو محضراه. وجايبه عملت ايه كمان، محضره بيضايه وعليها شويه لبن، حوالي معلقتين من اللبن ازود بيهم البيض، ولو احتجت بحط تاني. زي ما انتم شايفين انا بسخن الدقيق. هاخد بقى من البتنجان اللي نزل الميه بتاعته دي واعمل ايه اول خطوه اهي. بصوا هتحطوا البتنجان كده في الدقيق اهو، وبعدين هتحطيه في البيض اهو، وبعدين تحطيه في الفيجيتار اللي هو الكريسبي زي ما انتم شايفين، وناخدها على طول على الزيت اللي هو سخن اهو زي ما انتم شايفين. دي اول قطعه اهي. بصوا هنعمل بقى كمان قطعه. هناخد الاول في الدقيق اهو، وبعدين في البيض، وبعدين في الفيجيتار بتاعنا الجميل ده. هنحط كمان بقى القطعه دي اهو. هوطي شويه بقى النار عشان ما اعمل باقي القطع، عشان اللي انا نزلتهم الاول انا عايزه لونه كده زي الفراخ الكريسبي، يبقى لونه حلو. فما ولعش الزيت على الاخر لغايه ما اخلص الكميه دي، عشان الزيت ما يغيرليش الزيت ما يغيرليش لون البتنجان اهو. بصوا بروح هناك كده واحطه. هخلص الكميه وارجع لكم تاني نوريكم شكله لما طلع. بصوا بقى يا جماعة، بعد ما طلعت البتنجان اللي هو اللي قليناه بالفيجيتار، شكله تحفة طبعا. انا ما قدرتش استنى وقعدت احول فيه كده واحدة ورا التانية. جميل جدا ومقرمش، يعني انا عايزاكم تسمعوا صوت القرمشة بتاعته. شايفة؟ عارفة بقى بعد ما طلعته حطيت عليه ملح وكمون. طبعا البتنجان بيحب الكمون جدا. ملح وكمون وشطة، وكمان قطعت كده طماطم جوليان كده وبرضه حطيت عليها ملح وكمون. وعامله سندوتش اهوت هاكله، حاطه برضو فيه الطماطم اهيت والبتنجان، وممكن برضو يتعمل بقى برضو سندوتشات من البطاطس دي. جميل جدا، مفيد جدا، وسهل وسريع جدا، مش هياخد من وقتك اي حاجه. البتنجان بجيبه بقشره بقطعه رفيع خالص وارش عليه ملح واركنه على جنب. اول ما ينزل الميه بتاعته ببتدي بقى اشتغل في البيض والفيجيتار ومعلقه النشا، ما تنسوش بتخليه مقرمش اكتر. انا كده هخلصه يا جماعه، انا عماله اكل فيه.
آه، كده بقى فيديو بسيط وسريع كده من فيديوهاتنا. طبعا انا بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، ما حدش طبعا سألني ولا قال لي انت فين. بس انا برضو مش هيأس يعني، هستمر في الفيديوهات لعل يعني افيد حد. لان بحبكم في الله وربنا يخليكم ليا. واشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهاتي الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.